لو انت بتمل بسرعه، فالغرض من الفيديو ده ان احنا هنعمل تجربه مع بعض، فمن غير مقدمات كتير يلا بينا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك. تجربه كالاتي: كل اللي مطلوب منك انك هتقفل تليفونك وهتقعد في الاوضه بتاعتك لمده ساعتين من غير تليفون. طبعا ما تتذكاش تقعد في اوضه فيها تلفزيون، تاب، لاب، اي حاجه من الحاجات ديت. ودي كانت التجربه، فلو انت هتعملها او عملتها ما تنساش تكتب لي في التعليقات ايه اللي حصل او ايه اللي حسيت بيه او عملت ايه اصلا في الساعتين دول، وتعالى اقول لك ايه الغرض من انك تعمل كده فعلا، وانك لازم فعلا تقعد تجرب الحاجه دي مره على الاقل. تعالى مع بعض كده افهمك ايه الغرض من التجربه دي. في ظل كميه التشتت الكبيره اللي عندنا كلنا، هيكون صعب جدا علينا او على اي حد فينا انه يقعد ساعتين متواصلين ما بيعملش حاجه او معهوش تليفون. وممكن يوصل لانه مستحيل عند بعض الناس اصلا انه يسيب التليفون مثلا 5 دقائق، فبالك ساعتين. فالموضوع يخضه بعد نص ساعه او يمكن كمان ربع ساعه، هتحس بملل كبير جدا، وتحس ان الوقت مش راضي يعدي، وهتحس انك بدات تنعس كده، انك عايز تنام، ان النوم بيغلبك وعايز تنام باي طريقه. فانا عايزك تفوق كده وتغسل وشك، تصحصح معايا، انا مش عايزك تنام. وبعد ساعه هتلاقي نفسك بتحاول تعمل اي حاجه، بتحاول تعمل اي حاجه، تخترع اي حاجه، تروح تعمل اي حاجه علشان الملل ده يروح، لانك حسيت بملل شديد، حاسس ان الوقت مش بيعدي. فعقلك بيحاول يلاقي اي حاجه تخرجه من اللي بيحصل ده. تلاقي نفسك بتلف في الاوضه بتاعتك من غير اي هدف، بتلف وخلاص كده. او حتى ممكن تلاقي اي كتاب تفضل تقرا فيه، حتى لو كتاب 6 ابتدائي، بس تلاقي نفسك عايز تضيع الوقت وخلاص، او عايز تعدي الوقت وخلاص. وممكن اصلا ما تلاقيش حاجه تعملها، فتروح تذاكر المحاضرات اللي عليك، او تقرا حاجه كانت مفروض عليك انك لازم تعملها في الوقت، او كنت تعملها اصلا، بس الحاجات التليفون والحاجات دي شغلتك. او ممكن تخطط لحاجه معينه كنت ناسيها او كنت عايز تخطط لها، وهتلاقي عندك حاجات كتير جدا جدا ممكن تعملها، بس انت اصلا ما تعرفش ان الحاجات دي ممكن انت تعملها. في النهايه هتدرك ان الفراغ اللي انت بتهرب منه ده ممكن يكون مفتاح علشان تستعيد تركيزك تاني، وانك ترجع ترتب اولوياتك كلها تاني من الاول. فجرب وقول لي كده، هل فعلا هتعمل التجربه دي؟ طبعا هو الافضل انك تزود عدد الساعات، ولكن انا بقول ساعتين لان في ناس فعلا هيكون الموضوع عليها صعب جدا. اتمنى لو هتجرب الموضوع او جربته قبل كده تقول لنا ايه اللي حصل معاك في التعليقات، او انت متحمس ولا لا، والناس اللي جربوه يا ريت تقول لنا برضه علشان تحمس الناس التانية، لان الموضوع ده مهم جدا ومفيد جدا. والى لقاء اخر في فيديو جديد مع العمدة. سلام.